سيناجي خلينا نبداو نسألوا وين وصل الإصلاح التربوي اليوم بين مشكك وبين قابل وبين رافض، وين وصل الإصلاح التربوي؟ انت اعطيني إصلاح ما صارش فيه مشكك، جو نون كوني با. من أنا كنت استنى من المعتزلة في العهد العباسي إلى لوتير وكالفان إلى سي نورمال. هذايا الإصلاح التربوي ما هواش مشروع تقني، سي با اندستري، سي دوكري حضاري، سي دوسي ينجم يكون حتى سياسي. فيه ناس مش قبلته بطبيعة الحال، ثم ناس لأنه هو هذايا معناها يواصل المدرسة الحديثة التونسية في تأكيد كبير على القيم الكونية وقيم كل إنسان وقيم الحداثة. ثم الناس ما تقبلوش وهذا عادي جدا. أما سيت ان ديسكور انا قبلته لا ماجوريتي. انا بالعكس كان تقول لي راهو قبلته الناس الكل نقول لك فيه مشكل. ولكن سيناجي كي تقول انت ربما هذايا مشروع حداثي اكثر منه تقني، معناها مرتبط ربما بمشروع مجتمعي. الناس ما قبلتوش، نفهموا انه ربما فما اطراف سياسيه عندها مرجعيات ايديولوجيه مش قابله المشروع هذايا. ولكن اليوم مثلا محاربه هالمشروع نتاع الاصلاح التربوي والتشكيك فيه والتشكيك في معناها شخصكم نشوفوا مش قاعد صاير مثلا على الاقل معلن من قبل اطراف سياسيه بقدر ما هو ربما ظاهر من قبل اطراف نقابيه. شوف من طرف انا الطرف النقابيه لا، لان اليوم احنا عندنا القانون التوجيهي مصحح فيه الناس الكل، عندنا لو 15 لجنه اللي كملت اعمالها مصحح الناس الكل، واحنا باش ننشروا الناس الكل. احنا الاطراف الثلاثه الكبيره يعني الوزاره والاتحاد العام للشغل وشبكه عهد اللي هي تقريب مجموعه كبيره من الجمعيات بما فيها رابطه حقوق الانسان وغير ذلك مصححين، امورنا واضحه. بون نجموا المبادئ العامه متفقين فيها، نجموا احنا مش نرجعوه الى اثار تدريس والتلامذه والجمعيات، ربما فما بعض التنقيحات. اما اليوم فما توافق كبير على الاقل هذا. ثم اطراف مش رفضته، انا ما نسميهاش اطراف نقابيه، لان في اخر المطاف نفس هالاطراف هذه صحة موجوده معناها في تقول لي ربما الخلاف راهو مع بعض الاطراف النقابيه مش على المشروع نفسه معناها، فهمت، على بعض الجزئيات ترتبط بالتسيير وبالاداره والحوكمه الى غير ذلك، نجموا نتجاوزوه هذا الخلاف. اما على مستوى المشروع كحد ذاته يعني، والمشروع ايش فيه؟ هو فيه شنو رؤيتنا المدرسة، دور المدرسة الحديثة، ثم رؤيتنا لملامح خريج المدرسة التونسية. فما اتفاق كبير. شنو أهم المجالات اللي ربما تقدمتوا فيها أشواط مهمة؟ مثلا مؤخرا صار حديث على مسألة المخدرات داخل الوسط المدرسي. شوف، مسألة المخدرات مش مرتبطة بإصلاح معناها المخدرات مرتبطة بالحياة المدرسية. احنا كي شخصنا قلنا ثم مشكلة في الحياة المدرسية التونسية. يعني التلميذ اللي كان عام 1960 يمشي يقرأ ويروح وربما يمشي يخدم في سنة بوه يخدم مع بوه، تغير التلميذ، يلزم حياة مدرسية تتبدل. هذاك علاش احنا المشروع اللي نحبوا نكملوه 2020 ويلزم امكانيات كبيرة وقاعدين نلقاو في الامكانيات. قلنا التلميذ يدخل الصباح يروح الاربعه او الخمسه العشيه، يعني يقرا الصباح يفطر نص النهار باسكو سي امبورطون. راهو في المدرسه الحديثه بس التلاميذ يقراوا مع بعضهم خاطر وثم العشيه ديزاكتيفيتي كولتورال سبورتيف. هذا هو المشروع. بدينا نخدموا فيه، مانيش نعملوه السنه، بدينا نعملوه فيه مش في اكتمال، لان عندنا مشكله فضاءات، عندنا مشكله اطار، عندنا مشكله امكانيات. اما هذا المشروع كما جاء في مخرجات الاصلاح التربوي، معناها فما اتفاق على المشروع. تطبيقه بيان سور سافا ماتر دو طون خاطر مشكله امكانيات، وتعرف 97% من موارد وزاره التربيه مخصص للكتب ونا 3%. اما السنه خدينا قروض كبيره، ثم اعتماد كبير. مثلا المدرسه الرقميه سي ان شونتي، المدرسه الرقميه سي ان شونتي، ويلزمنا ندخلوا في العهد هذاك. اما الملامح اليوم عندنا احنا، اليوم احنا موجودين معناها 15 لجنه ترتبط بالحياه المدرسيه بهيكل التعليم القضائي موجودين العموم معناها، فهمت. وعندنا القانون التوجيهي كملناه، ربما بعض تروشيكات موجود اليوم في مجلس الوزراء يستنى باش يقوموا مكانه. انا نقول على مستوى الرؤيه للمدرسه كملنا الخدمه اليوم معناها الاجراءات. ولكن فما بعض الاجراءات اللي ديجا دخلت حيز النفاذ الوزير، بمعنى وانه وكانكم بالضبط قاعدين وممتو معناها تقيموا في التجربه هذه وتصلحوا، مثلا كما صار في رزنامه العطله المدرسيه. شوف كل اصلاح
ما فهمنيش هذا. حتى الاصلاح في الكوره، كل اصلاح بعد ما تهبطوا من النظري ومن المجالس الموقعه مش تهبطوا سور الترى، ثم تقيموا في اخر السنه، تعدل، تنقص، تزيد، تتخلى. سي بوسيبل. معناها ماهيش مشكله، معناها هذاك هو يصير. هما حتى النصوص المقدسه يقع اجتهاد فيها، والنصوص المقدسة يقع الاجتهاد فيها. هذاك علاش عندنا حتى في التفسير القرآن عندنا تفسير الطبري اللي هو تفسير بالمأثور، وتفسير معناها تفسير المعتزلي معناها، والتفسير البيضاوي معناها. سي تو في نور، هي نصوص، هي اجتهادات، هي. واحنا هبطنا زمن المطسي مثلا نحن هبطنا السنة بدينا به، شفنا ايجابيات في الحكايه 5 سومان ولا 6 سومان، راهو سي با اون سومان. شفنا اللي هي اولا اعطت انهيار للعنف، وعندنا الاحصائيات نقص انهيار في الوسط المدرسي، ما عادش نسمع برشا بالعنف في الوسط المدرسي. اعطت انهيار لغيابات اطار التدريس بلوس 90%، لان هذا الناس الكل تقول لك التدريس مهنه شاقه، وبودو 5 سومان لا كونسنتراسيون تضيع. اعطت سلبيات مثلاً. اولا سلبيات اللي احنا اضطررنا السنه، لان معناها الفتره عملناه بكري وربما تسرعنا شويه، اللي احنا ضحينا بعطله الشتاء اللي هي عطله معروفه معناها متعرف عليها التوانسه، عندنا توانسه البر كل شيء. احنا السنه قيمنا قلنا لايراسيون مش تبقى، ولكن مع عطله الشتاء اتفقنا مع التعليم العالي لغير ذلك باش ترجع لمكانها الطبيعي تقريبا. ثم مساله السداسي معناها فرغ منه، لان عمرنا ما كان عندنا ثلاثيه ثالثه، ما كانش عندنا ثلاثيه ثالثه، كانت 20 يوم 25 يوم ماكسيموم. وكيفاش نزيدوا نطولوا السنه الدراسيه؟ نحن نحبوا نزيدوا نطولوها السنه الدراسيه. احنا نقول لك المعدلات العالميه سي 200 يوم مينيموم، لان بلدان كي سنغافوره او الكل اللي يدوا بيزا 250 يوم. كيفاش يعني تطويلها بالتنقيص من ايام العطل؟ لا ما نحبش نقص من ايام العطل. تطويلها هو اكل باك ثقيله برشا في تونس، ثقيله ياسر. دو سيسيون وتتعاود المواد نفسها. هذا الباك معناها في سنغافوره نهار، الباك في الصين نهار. دونك كيفاش باش تكون الباك؟ مش يقع الباك، ثم جزء من المواد اللي تتعدى في الباك تتعدى في وسط العام، تتعدى في وسط العام تتحط باسكو احنا كيما الباك سبور مثلا كيما الباك ابليكي، كيما الماتير ابليكي انفورماتيك تو سا، هذا ثم مشروع بيجيو في وسط العام، لي زوبسيون الميوزيك تو سا يرجعوا لوسط العام. معناها هذاك علاش؟ لان لو برانسيب اللي متفقين فيه الناس الكل، وهو ننتقلوا من منظومه الامتحانات هذاك السمان بلوكي والكل الى منظومه المراقبه المستمره. سا بوزي دي بروبليم في المراقبه المستمره مع التلامذه مع الاطار التربوي، لان الناس سانست بوندون بلوس كو 30 في منظومه الامتحانات. روتورني او كونترول كونتوني يلزم الناس تتعود شويه، تتعود بشويه مع اصلاحات. ثم احنا عندنا ربما في وزاره التربيه عندنا ان ديفيسيت كومونيكاسيون، ربما ما فهمناش برشا الاطار التربوي، ما فهمناش برشا التلامذه، ما فهمناش. هي ان بروبليم دو سيكميسيون، نحاولوا باش نتفاداوه في المرات الجايه. طيب بخصوص مادام نحكيو على البكالوريا، تم الاعلام منذ ايام على